بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادات ثقافة مطروح لاحتفالات 25 من يناير بإذن الله ستكون مقسمة إلى عدة أقسام. القسم الرئيسي في العاصمة مركز مطروح، مركز مرسى مطروح، وهناك أيضا في الأفرع التابعة لثقافة مطروح في سيدي براني وفي سيدي عبد الرحمن وفي الضبعة وفي سيوة. في كل مركز من المراكز هناك محاضرات وأمسيات شعرية. أما البرنامج الخاص بثقافة مطروح ستشارك في احتفالات المحافظة في الديفيليه الخاص على كورنيش مطروح بإذن الله. وفي الفترة المسائية هناك معرض الفنون التشكيلية، معرض بمناسبة الدورة الثالثة أو الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ويتخللها أيضا يتخلل الاحتفالية أيضا فنون شعبية وتنورة وفرقة كورال الطفل وفرقة القية السيوية وفرقة الطفل أيضا الفنون الشعبية، والعديد من الشعراء الذين سيشاركوا في هذه الاحتفالية، سواء كانوا شعراء بادية أو شعراء عامية مصرية أو شعراء فصحى، سيقدمون ألوان إبداعية تشارك أبناء الشعب المصري في هذا اليوم احتفالا بهذه الذكرى. بالتالي طبعا في بدايات الاحتفاليات أغلبها سيكون هناك وقفات، وهناك وقفات لقراءة الفاتحة على شهداء 25 يناير من أبناء الشعب المصري وأبناء الجيش وأبناء الشرطة. وأيضا سندعو، يمكن ده تم الاتفاق نهائيا عليه، لمطرب كبير جدا من سيناء اسمه جمعة غنايم سيشارك في هذه الاحتفالية بقصر ثقافة مطروح إن شاء الله الساعة 8 مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير. شكرا.